اهلا بيكم. النهارده جاي اقدم لكم مقرمشات بدقيق الشعير بطريقه سهله جدا وبسيطه وطعم بجد حكايه. تنفع معاكي لو عامله نظام غذائي، وتنفع لمرضى السكر، تنفع كسناكس بين الوجبات. طعمها خطير ومقرمشه جدا. محضره عندي دقيق اسمه دقيق دوبيلا، ده دقيق الشعير موجود في اي سوبر ماركت. عندي ربع كوبايه من زيت الذره، كوبايه ميه دافيه، عندي معلقه صغيره من البيكنج باودر، وعندي نص معلقه من البابريكا، وربع معلقه ملح. محضره عندي بوله، وعندي الكوبايه المعياريه ديت او اي كوبايه عندك. هتعايري من دقيق الشعير كوبايتين زي ما انت شايفه بالشكل ده. بعد كده هجيب عندي معلقه بيكنج باودر، ونص معلقه بابريكا، وربع معلقه من الملح. هنزل بيهم على الدقيق، هقلبهم مع بعض. هجيب عندي ربع كوبايه من زيت الذره او زيت الزيتون او اي نوع زيت انت تحبيه. تبداي تقلبيهم بالشكل ده. كون محضره عندي كوبايه من الميه الدافيه. انا مش هنزل بالميه كلها مره واحده، انا هنزل شويه شويه لحد ما الدقيق ياخد معايا من الميه. بالظبط اخد نص كوبايه من الميه الدافيه، ما خدش اكتر من كده. هبتدي بقى اعجن بايدي. انا عايزه العجينه ما تكونش بتلزق خالص، تحسي ان هي ملزقه في الاول. استمري في العجن لحد ما العجينه تتجمع معاكي وتبقى عجينه زي عجينه البسكوت. تبقى عجينه طريه خالص بس ما بتلزقش زي ما انت شايفه بالشكل ده. طبعا معاكي قناه مطبخ فوفا، لو اول مره تشوفيني يلا اشتركي عندي وفعلي الجرس عشان كل جديد يوصلك باذن الله من وصفاتي. كده العجينة خلاص اتعجنت معايا وبقيت عجينة طرية خالص. هحضر عندي بقى مفرش العجين، هبتدي افرده وهثبت عليه ورق او ورق زبدة او اكياس بلاستيك. زي ما انت شايفة بالشكل ده، انا ثبت كيس من البلاستيك، وبعد كده حطيت العجينة وكيس تاني من على الوش عشان ابتدي افرده وما يلزقش معايا في النشابة. هتخلي السمك بتاعها رقيق جدا زي سمك البسكوت، علشان تطلع مقرمشة معاكي وتكون طعمها حلو. هجيب عندي بقى حبة البركة، هبتدي اوزعها من على الوش بالشكل ده، وارجع اغطيها بالكيس البلاستيك تاني وهمشي عليها النشابة علشان حبة البركة تمسك في العجينة زي ما انت شايفة بالشكل ده. بعد كده بقى هبتدي اقطعها الشكل اللي انت عايزاه قطعيها، ممكن مثلثات، مربعات، اي شكل انت تحبيه. هبتدي بس اساوي الحروف عشان تطلع معايا مظبوطة. هجمع العجين دوت وهرجع افرده تاني وهقطعه زي ما انت شايفة بالشكل ده. جبت عندي القطاعة، هبتدي اعمل شرايط بالطول، بعد كده هقسمها بالعرض. هتديني شكل المستطيلات زي قطع البسكوت بالظبط. اجيب عندي صينية تكون مدهونة زيت، هبتدي بقى ارصها في الصينية بالشكل ده. طريقتها سهلة خالص زي ما انت شايفة. بعد كده هجيب عندي عصاية الشيش طاووق، هبتدي اعمل فيها خرام. تكون مولعة الفرن على درجة حرارة 180 درجة، الفرن يكون سخن قبلها ب10 دقايق. هتدخل الفرن بالظبط هتاخد ربع ساعة. أول ما تلاقيها احمرت من تحت هتولعي الشواية، هتاخد اللون الذهبي وهتطلع معايا وتبقى بالشكل ده. أنا مش عايزة أقولك على الريحة والطعم والقرمشة قد إيه جميلة. بجد طعمها تحفة. تنفع معاكي في الفطار، في العشاء، وممكن في الغدا كمان. تنفع كوجبة يعني كسناكس بين الوجبات لمرضى السكر. السعرات الحرارية بتاعتها منخفضة جدا، مش هتزود في الوزن خالص. بجد خطيرة. امشي بنفس الطريقة اللي انا قلتلك عليها هتطلع معاكي مظبوطة جدا. لو حبيتي تعملي كمية اكبر من كده بتضاعفي المكونات. زي ما انت شايفة بالشكل ده طالعة خطيرة. اعمليها واكتبيلي في الكومنتات لو عجبتك، واستنيني في وصفات تانية كتير، وصفات صحية بإذن الله هتعجبك. وألف هنا وشفا. سلام عليكم.